بقول لك ايه؟ عندي ليك عرض حلو قوي. بدل اعدام ممكن تبقى براءة. جاي منك حل. شكرا على العرض. نسالك. انت تمضي لي على الورقتين دول. شفت سهله ازاي؟ ايه رايك يا حاجه في الكلام ده؟ امضي امضي يا حنة، بوس ايدك، امضي يا اختي امضي. براءة اما استئناف. اسمع، هتمضي ولا جايه في حرق؟ ورب تكون اخد صوابعك دول ابصم بيهم. لحظة بس يا شبح، يعني أنا معيش قلم، هقعد آكل بقلم ليه؟ ما معكيش قلم. ده انت جايه في مرازيه حمو اذيه بقى. يوي تاخدي مني انا قلم. انت حمو؟ حمو اذيه. حمو اذيه ها؟ ما تشيل سلاح يا يبقى قده انا ها؟ يبقى قده ولا نسمي ونكبر؟ مين اللي بعتك يالا؟ انت مين اللي بعتك؟ بطنك ايه بطني تقطع يا جدعان. تقلت ايدك ولا ايه؟ عم السلاح مقفول وكتاب الله في ايه؟ الحقوني يا جدعان. انت شادد ايه ولا مبلبع ايه ولا رافع ايه؟ الحقوني يا جدعان. لا يكون في نزيف داخلي ولا حاجه. حضر الدكتور بتاع عيسى الوزان اللي انت تعرفه ده. حضره. الحقوني يا جدعان. انا ابني ولا شكله بيموت ابني ها؟ السلاح مقفول. بطني. نادية اختي حته منك بالملي، كانت قمر زيك، بس هنعمل ايه؟ ما تعظمش على اللي خلقها. ما فاضليش في الدنيا من ريحه اختي الا انت. خلي بالك مني، انا بحبك. وحشتني قوي يا خالتي. وانت كمان وحشيني. قولي لي عامله ايه؟ كراتين الفلوس مترصصه رص في البدروم. الله الله على الهوانيول اللي بتقوليهولي ده. كمان احب الحلوة قوي، اموت في الفلوس. بس ايه، فلوس ياما. بسم الله ما شاء الله، هل هناك من المزيد؟ ما بيشيلش جنيه في البنك. ابن حلال الوزان. المهم قوليلي، مبسوطه يا بت؟ بصراحه لا، ومستنيه الشغلانه دي تخلص عشان تخلصيني منه. فقريه يبقى اكيد ما جابلكيش الايفون ال16 ولا شفت منه العمى، وبصراحه بقى انا طهقت. مش طيار، ده ابن حلال ودمه خفيف قوي الصراحه. بس دمه خفيف يا خالتي ده بجد. لا جرايه بت، قال البت مكسوفه من خالتها. بموت فيك يا خالتي. وانا بموت فيكي. انا بقول لك ايه، موتي في وسط اهلك، انت ضايقتيني خلاص. طب وانتوا عرفتوا منين إن في ناس بتتهجم علينا؟ يعني معقولة يعني أنا نعرف إن القمر بتاعي اتأذى وأسيبك كده يعني؟ شكرا يا خضر. خضر؟ كتر خيركم، انتوا برضك زي اخواتي. اخوات مين يا بنت؟ انت الناس الطيبين اخواتك؟ ماشي. اوعى تكونوا اتعورتوا ولا حاجه. لا ما تخافيش، اتعورت زي الفل. ولا خايفة عليا؟ لا خايفه على السجاده، لا تنقط دم ولا حاجه واحنا لسه غاسلينها. برجع لغسل السجاير. طمنا يا دكتور، هيعيش ولا هيموت في داهية؟ مستحيل. مستحيل ليه يا دكتور؟ واخد سم يموت طهر. هو كان ايه؟ كلم الاكل ده. ها؟ احي، ده الاكل اللي كنا هناكل منه يا حنة. يا لهوي يما، يعني انا كنت هموت، كنت هتسم. مين اللي عمل الاكل ده؟ دي زينب. زينب مين؟ زينب بنت خرطوش الله يرحمه، اللي احنا كنا عينينا وابنها في المحل عندنا. لا يمكن زينب تعمل كده، يا نهار اسود، ده يبقى على الدنيا السلام. نهار اسود. يا حبيب نانا حاضر. لا والله ليك ميعاد عندي، هاجي اقعد معاك وندردش زي ما انت عاوز، وابخرك وارقيك ونايمك على رجلي كمان. انت بتعرفش تغالي عندي قد ايه وازاي؟ ده انت حبيب نانا. يلا حبيبي، بالسلام. سلام يا روحي. تمام، كله تمام دلوقتي. بكره ان شاء الله باذنك يا رب هتاخدوا الواد سلامه وتروحوا على الفيلا بتاعت الوزان. ساعه العشاء بتدن تكونوا بتخبطوا على الباب، هتفتح لكم فتة، هتقول لكم الحاجه فين. اول ما تاخدي الحاجه وتبقى في ايدك تطلبني، تكيفني وتقول لي كله تمام. حصل. عرفت هتكنفها فين؟ في شقة المتراس. الله عليك، تمام. وانتي عرفتي هتقولي ايه؟ عرفت يا خالتي، بس انا خايفه. خايفه منين يا فقريه يا بنت الفقريه انتي؟ بيجي ايدي تقيله قوي يا خالتي. ما تخافيش، بقول لك يا ولا ابقى اضربها بياحها. دي الغالية، دي العشق دي. شفتي؟
بس يا واد انت هتعكسها قدامي ولا ايه؟ الله، يلا يا بت على البيت جري، لا يرجع عيسى ما يلاقيكيش. حاضر يا خالتي. سلام يا عيشه. السلام. ما تبقاش تعكسها يا واد قدامي، البت بتتكسف. يعني شويه كده. هتصعب عليا يا وزان، بس هعمل ايه؟ I can't believe it. ما تحرمش يا دكتور، كتر خيرك. الله، انت بتعمل ايه يا نصار؟ والله ما اخد منك ولا جنيه. غريب، مع اني سامع يعني انك كنت مفتش الوزان. الوزان ده زي الشيطان، لو بيعت هدومه حلال فيه. شكرا يا دكتور، توكل على الله. شكرا. تبقى ايه؟ بقول لك ايه؟ قول لي. الموضوع ده يخلص، انا قلقان. لا الان ليه يا نصار؟ ايه لما انت مشغل معاك عيال صغيره؟ انا همشي يا نصار عشان انا عازم حمو على اكله سمك في اعماق المحيطات. كتير. بتاع حمو. قول لي، في اخبار عن صابوه؟ كلمته وجاي في الطريق. ما طمنكش على خضر؟ طمنا عليه وقال انه خد جيجي وراح البيت. على بركه الله، خليك ورا الواد ده يتاوه. يلا. غريب، انا هتجنن. زينب، طب ازاي؟ ده انا من ساعه ما مات خرطوش الله يرحمه واحنا شايلينها في رؤوسنا. وانا عمري ما قصرت معاها ولا قصرت مع ابنها. انا كنت بعملها كانها اختي واكتر. انا بس اللي مجنني اللي اسمهم ولاد عزمي دول وصلوا لها ازاي؟ الكبروت ده تبعتولك رجال عشان يمضوكي ويخلصوا عليكي، وبعتولك زينب عشان تسمك. دول مش بني ادمين. مش مهم يا خالتي، ان شاء الله انا هنخلص الحوار ده. المهم دلوقتي ان انتوا ما ينفعش تقعدوا هنا لوحدكم. الناس دي مش سهل، لازم ترجعوا معايا على المنطقه. قوموا لموا حاجتكم. ايه؟ هو ده بقى اللي انا كنت عامله حسابه. بص يا نصار، جميلك ده فوق دماغي، واللي عملته معايا انا وامي عمري ما هنساهولك، وفي رقبتي لغايه اخر يوم في عمري، وكتر الف خيرك يا عم. انما بيتك ان ادخله تاني دي تنساها، وحاره العتاوله دي انا عمري في حياتي ما هعتبها. بنتك عندك في المستشفى واديك عارف مواعيد الزياره، تقدر تشوفها في اي وقت، ولما تخرج بالسلامه لو لينا نصيب هبقى ابعتها لك لغايه عندك عشان تشوفها. وهو ده اللي بيني وبينك، اكتر من كده بقى هقول لك معلش. ماشي، اللي انت عايزاه حلو، بس انا بقول لك ان عادتكم هنا خطر، ولو انا ماليش ان انا احميكم فلا ان احمي بنتي، وانا اعرف احمي بنتي كويس. وعايز افهمك حاجه، اوعي دماغك تسوحك وتتصرفي من غير ما ترجعي لي. كده كده الخبر هيوصل لولاد عزم، وهم اللي هيقولوا، مش احنا اللي نروح لهم. والولا صامولة هيبقى جنبك زي ضلك، مش هيفرقك، عينه عليكي زي خيالك. كده انا عملت اللي عليا. بشوقك بشوقك يا ام بنتي. بالاذن يا ام حنا. السلامة. الاكل ده اترمى. العتاولة كان عندهم عركة جامدة من شوية في بيت أم حنة. اللهم كتر من مصايبهم، اللهم ولع فيهم ببنزين 95. ايه اللي جرى؟ حوار يخص الفلوس اللي وقعت على دماغ حنة. الفلوس اللي انت لغايه دلوقتي ما جبتليش قرارها. جبت يا كبير، ومعاها الحكاية